بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين أبو يوسف سبورت في كل مكان. موضوع النهاردة عن مجدي عبد الغني، لاعب الأهلي السابق. كابتن مجدي عبد الغني بيتكلم على عودة رمضان صبحي، ورمضان صبحي ما خسرش حاجة أو ما أثرش في حاجة أو ما عملش حاجة تستاهل إن الأهلي يعاقبه أو إن جماهير الأهلي تزعل منه. وشبه طبعا الحوار عودة رمضان صبحي بإمام عاشور. طلع يتكلم ان امام عاشور غلط في الاهلي قبل كده، والاهلي رحب بيه وجابه، ودلوقتي جماهير الاهلي بتتغنى بامام عاشور. فان رمضان ما عملش حاجه لما فكر ان هو يحترف، وقعد يكرر كلمه احتراف 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 احتراف. ده احتراف من الاهلي البيراميدز، دي حاجه ليك انت يا مجدي عبد الغني، مش لينا احنا. انت اخرك اقصى طموح عندك ان انت تحترف مع بيراميدز. طبعا احنا كلنا عارفين الكلام ده، لانك انت كلب فلوس، والناس كلها عارفه ان انت كلب فلوس. والدليل ان انت ضحكت على قرايبك في الميراث بتاعك بتاع اهلك، وانت ليك قرايب وضحكت عليهم في الميراث بتاعهم ورفعوا عليك قضيه. وليك بنزيمه، انت بتتعب يعني. انت اخرك خلاص، انا اجي لك واحط رجلي على رجلي اقول لك فول العربيه تفول العربيه، فول الموتوسيكل تفول الموتوسيكل، عشان انت راجل اخرك. يعني الحوارات بتاعتك دي تتقال في البنزيمه بتاعتك اللي انت فاتحها. فانت ضحكت على اخواتك قبل كده في الميراث، وضحكت على قرايبك قبل كده في الميراث، واترفع عليك قضيه. وقبل كده برضو موضوع الترنجات بتاعتك في المنتخب احنا مش ناسيينها، واللي محدش وان كان محدش يعرف التاريخ بتاعك الاسود، ان انت سرقت الترنجات بتاعت لعيبه بتاعت المنتخب من قلب الدواليب بتاعت اللعيبه. فمش عايزين نقول اكتر من كده، يعني ده كده كفايه عليك، عشان تاريخك الاسود معروف. فانت اللي زيك اقصى طموح ليه انه يبص للجنيه، يبقى كلب فلوس. فانت بالنسبه لك بيراميدز ده احتراف، ومش اي احتراف، ده احتراف عمرك ما تحلم بيه. الاحتراف ده بتاع بيراميدز عمرك ما تحلم بيه. فانت بالنسبه لك اي لاعب هيروح يلعب في بيراميدز بالنسبه لك ده ابن محظوظه، ما كانش على ايامكم. فانت لما تتكلم على الاهلي تبقى المفروض تقوم تقف وانت بتتكلم على الاهلي، لان الاهلي اللي عملك وعمل امثالك، وهو الاهلي هو اللي خلى ليك اسم وخلى الناس تعرفك اساسا. يعني لولا الاهلي كنت هتبقى مجهول الهويه. اقسم بالله لو كنت لعبت في اي نادي غير الاهلي ما كان حد هيعرفك. انت مين انت اصلا عشان تعمل لنفسك فيلم يا راجل؟ ده انت قرفتنا على الجون اللي جبته في كاس العالم. ده انت حقدت على محمد صلاح عشان جاب جونين في كاس العالم. فارحمنا، خلي رايك لنفسك. مش مستنيين منك ان انت تقول الاداره ماشيه صح والاداره ماشيه غلط. احنا عارفين ان الاداره ماشيه صح، وعارفين ان الكابتن محمود الخطيب ماشي صح، ومش هيبص لواحد زيك عشان تقول له صح او غلط. ده انت بني ادم ليفه، والله ليفه. يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.